السلام عليكم، مرحبا بكم أخواتي في القناة تاعي. المشتركات جدد نرحب بكم ونقول لكم مرحبا بكم، الدار داركم، وما تنسوش زر الاشتراك واللايك. كما راكم تشوفوا اليوم عندي طلبية يعني 60 حبة بقلاوة. أنا درت صينية القطر تاعها الأبعاد تاعها 40 سنتيمتر على 40 سنتيمتر. أنا درت معكم فيديو من قبل، درت الطريقة تاع البقلاوة، درت صينية يعني مدورة، هذا الخطرة درتها مربعة. هنايا كي جاتني هذه الطلبية قلت أنا نزيد وتبقى لي للدار. درت في الصينية هذه دات لي أكثر من 70 حبة، والطلبية قلت لكم 50 حبة. المقادير تاعها دوك نعطيهم لكم هنايا نبداو الطريقة مع بعض، وما درتها لكمش بالتفصيل، راني مفصله كامل في الفيديو السابق، نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. وهنايا كيما راكم تشوفوا البقلاوه تاعنا جات عاليه ما شاء الله، درتها لها غير بالكاوكاو، من الفوق درت التزيين كيما راكم تشوفوا بالجوز، لكن درتها لها عاليه تحت الطلب تاعها. وقبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على رسول الله ونبداو في الطريقه تاعنا. هنايا نديرو 3 كيلات فرينة، والكيلة الرابعة هي دايما نقول لكم 4 كيلات بكيلة سمن. هنايا درت 3 كيلات فرينة، ومن بعد جبت نص كيلة فرينة يعني 3.5، والنص الاخر نكملو بالمايزينا. دوك هي قالت لي 4 ايام 5 ايام باش تحطها، قلت انا باش تبقى لها يعني في هذيك القرمشه لازم نزيد لها شويه مايزينا. كيما راكم تشوفوا حطينا في القصعه تاعنا 3 كيلات ونص فرينه ونص كيلة مايزينا، نخلطوهم مع بعض ونديروا حفره في الوسط. وذوبت السمن تاعي، انا درت هنا عندي سمن المدينه كيما راكم تشوفوا، عبر كامل تاع السمن موش معمر ناقص صبع. وخلطته مع شويه زبده التوريق، هذوك تفكرت قلتها لكم، وحبه بيض، زدت ثاني حبه بيض. يعني انا نخلط كلش هنا باش نزيد مع هذيك الفرينه. زدت هنا الملح، نزيد لافاني، نسمها بلافاني، واحد ملعقه صغيره معمره ولا نص مغرف كبيره كيما راكم تشوفوا. ونجيب الماء والماء زهر في هذاك البول اللي عبرت به ليدام، ندير فيه الماء ونزيد الماء زهر ونخلط ونزيدو مع هذاك السمن، ما نديروش وحده باش ما يتكونوش هذوك الحبيبات. لا درتيه السمن وحده خلطتيه بالفرينه ومن بعد بسيتيه يعني، ومن بعد تزيدي له الماء والماء زهر يتكونوا لك هذوك الحبيبات وما تجيكش العجينه مليحه وتحصلي معها. وكاين بزاف شتي كي تقول لك راني خلطت السمن نعطوني حل كيفاش ندير باش نحي ذوك الحبيبات تاع السمن اللي يجوا في الفرينه. كاين حل هنايا لا تكونوا لك هذوك الحبيبات. شديري الا كانت عندك الماشينه تاع البقلاوه تبقاي هذيك العجينه تحلي فيها بشويه في العجينه، يعني كل شويه تحليها وتحليها في الآلة تاع التوريق، وتعاودي لها خطرة ولا زوج حتى يروحوا لك هذوك الحبيبات. ولا ما عندكش الماشينه بالحلال عليك وعلى دراحتك ديري بشويه تحلي العجينه وتعاودي تطبقيها وتعاودي حتى يروحوا معك. صرات لي انا من قبل هذو كاع التجارب فتفنا عليهم مرينا عليهم، بعد ما عاودتهاش. كيما راكم تشوفوا كي لميت العجينه تاعي هنايا درتها بهذا الشكل طوليا باش نقسمها على زوج نصفين متساويين، ومن بعد كل نص نقسمه على 6 قطع باش ندير 6 طبقات من تحت و6 من الفوق كيما راكم تشوفوا الاخوات.
والعجينه ما تدلكيها، ما نعرفوا العجينه تاع البقلاوه غير تلميها وخلاص، ما تحتاج للدليك. كون تدلكيها تجيك معجنه وما تجيكش مليحه، تجيك يابسه. قطعت الجزء الاول على 6 قطع، زدت الجزء الثاني ونديرها هكا طوليا باش تساعدني. انا دوكا عندي السنيوه تاعي جايه على شكل مربع، نديرها هكا بالشكل طول ونغطيها بكيس بلاستيكي. ونوجد الحشو تاعي، انا وجدته ليله من قبل، ومن بعد بديت نحل في هذا الاوراق. درت 6 اوراق حليتهم، كل وحده حليتها على جهه ونزيد الاخرى فوقها وبيناتهم ندير المايزينا. يعني هذه الطريقه رانا دايرينها بالتفصيل في الفيديو السابق، نحط لكم الرابط في صندوق الوصف باش ما يجينيش الفيديو بزاف طويل هكاك وجا طويل. هنا بعد ما درت هذوك 6 اوراق مع بعض، يعني حليتهم وبيناتهم المايزينا، نبدا نفتحهم كامل ضربه واحده. ديري الحلال في الوسط، طلعي تحلي الفوق ومن بعد تعاودي ترجعيه للوسط وتحلي التحت باش ما تدلكش طبقه في الوسط وتتلايم لك كاع العجينه في الوسط. كما راكم تشوفوا نحاول نرققها، وراني باستعمال المايزينا ونحل فيها بالعقل. ووجدت الصينيه تاعي دهنتها بالسمن، دهنيها بالسمن ولا الماغارين، دهنيها 2 خطرات باش ما تلصقلكش فيها العجينه. وبقيت نحل في هذا، نديرها على الشكل الصينيه تاعي، يعني نفوتها شويه على الحجم تاع الصينيه. رايحه نديرها يعني نطلع الحواشي هذوك الفوق، لازم تكبريها شويه على الصينيه. ونحط بالورقه، حطيت الورقه الاولى اني ندهن فيها انا دائما نخلط السمن وشويه زبده التوريق. كما راكم تشوفوا دهنتها كامل، ونزيد لها ورقه واحده اخرى. ما نديرش المايزينا دوك، انا هي العجينه تاعي راهي فيها المايزينا. كما راكم تشوفوا الاوراق اني حلتهم بالمايزينا، علاه نزيد ثاني ندير المايزينا؟ لا ندهنها غير بالسمن. كما راكم تشوفوا بين كل ورقه وورقه ندهن بالسمن. اني درت الورقات كامل هنايا دهنت كاع بيناتهم. ونجيب الحشو تاعي اللي قلت لكم هنا، درت تقريبا 2 كيلو، درت كيلو 800 غرام كاوكاو باش تجيني عاليه، تجيني البقلاوه عاليه. هذاك الحشو انا ثان درناه من قبل في القناه في الوصفه اللي من قبل، رجعوا للوصفه تلقاو كامل التفاصيل. كما راكم تشوفوا هنا الحشو يجي كيما الطعام، قلت لكم ما ديروهش مشمخ بزاف. وبقاي حطيه فيها بالعقل في الصينيه تاعك. كل مره تحكي هذوك الحبيبات اللي تسيبيهم يعني تكونوا كرات صغار، حليهم بين اطراف يديك بين الكفين، وتبقاي تسقمي في الحشو تاعك على كامل الصينيه. ما تنسي حتى جهه باش يجيك السطح مستوي، يجوك الجهات كاع كيف. حطيت في هذوك الكوانات تاع الصينيه، يعني تمشي كامل هذاك الحشو، ديري كميات متساويه. كما راكم تشوفوا هنا الحشو درت له كيقولوا له الذوق تاع اللوز الحلو، يعطيله بنه هايله، يجي كيما الذوق تاع اللوز. ودرت له شويه لافاني، درت له ثاني شويه سمن او ماغارين باش ما يجيكش يابس، يعني تقريبا واحد 6 ملاعق ولا 7 تاع ماغارين دايبه. ومن بعد درت الطبقات هذوك 6 حليتهم كيما حليت العجينه في الاول، يعني بين كل طبقه وطبقه تحلي وديري المايزينا. هذه الطريقه راهي معروفه وراهني دايرتها في الوصفه اللي من قبل تاع البقلاوه. ونقلعوا هذوك الحواشي باستعمال الحلال كما راكم تشوفوا. نحو الحواشي كامل هنايا. هذيك العجينه اللي تبقى لي من بعد تقدري كما قلت لك ديريها وصفه، ديريها صامصه ولا ديريها
كاين واحد الكاطو كنت نديرو تاع يسموه البجاويه، تقدري ديريه تعاودي تحليه ديريه بقلاوه صينيه صغيره ولا. جبت هنا المسطره وبقيت نسطر. انا هنايا ندير نقطع الحواشي قبل ونبدا ندير القياسات تاوعي. درت البقلاوه درتها بقيس ربعة وشويه، 4 سنتيمتر ومامبا 4 ونص، باش تجيني الحبه مليحه، ماهي كبيره بزاف ماهي صغيره، تجي تعمر العين و تجي مليحه كما راكم تشوفوا. نقبض القياسات كامل هنايا ولا ما كانش عندك هكا مسطره ديري من الاحسن ديري شريط تخدميه، ديريه بورق المقوى ولا اي ورق هذوك تاع الكراسات ولا في المطبخ كاش ورق تاع هذاك تاع البابي الومنيوم ولا ديك الكرتونه تخدمي بها عادي تقيسي بها. انا كنت مقلقه ومخصوبه حوست ما لقيتش، قلت ندير هكا بالمسطره، والله خطرات ندير بلا مسطره غير كي ولات تاع الناس زعما قلت لازم ندير الحبات كامل كيف. شفتوني الخطره اللي فاتت في الفيديو كي درتها لا مسطره لا والو، درتها على شكل نجمه يعني ما نقطعها ما تبحرليش فيها كيما راكم تشوفوا هنايا. قطعتها كامل على شكل مربع ودهنتها، ما وريتكمش هذه الخطوه. دهنتها دخلتها في الكوشه، لازم تعطي لها وقتها في الطياب. راكم عارفين البقلاوه لازم على نار قليله حتى تطيب من التحت، تشوفيها كاع ولات يعني الحواشي هذوك ولاو في الضوغي، تشعلي لها من الفوق وعلى نار قليله وتبقاي تدوري في السنيوه باش تجيك طايبه على حبه كما راكم تشوفوا هنايا. الجلون تاعها شباب. هنا راني خليتها باتت، غدوه من ذاك بديت نقطع فيها، شربت هذاك الحسل كامل تاعها، قطعتها ودرتها كما راكم تشوفوا في هذو لي كيسات هذو الترونسبارون هذو اللي في الحواشي ذهبيين، وزد درتها في لي كيسات وحطيتها في هنايا في المول تاعها في هذا البلا باش تديها الزبونه واجده. ونسيت باش نقسم لكم حبه لكن جات ما شاء الله، جات روعه. عطيت لها الزبونه تاعي، عطيت لها حبات في الطبسي على جهه، قلت لها هذو باش تتقهووا بهم. كلاوهم في الطريق عيطت لي قالت لي جات البقلاوه تحفه تحفه تحفه، جات روعه، عجبتها بزاف. الحمد لله يا ربي اللي عجبتها. انا نفرح كي ندير حاجه هكا يعني وتخرج لي مليحه. التكلفه تاع هذا الصينيه جاتني 260 ألف. عطيت لكم كلش بالتفصيل هنايا، نخليكم والسلام عليكم.